احذر أن تجلس على الموبايل في الحمام. بعد الفيديو ده عمرك ما هتاخد معاك الموبايل في الحمام وتقعد عليه نهائيا. هنتكلم يا جماعة من الأضرار من الناحية الدينية ومن الناحية الطبية. أولا من الناحية الدينية أن يا جماعة الحمام مكان الشياطين، ده بيت الشيطان يا حبيب قلبي. الشيطان عايزك تعمل ايه؟ عايزك تقعد جوه كتير. ليه؟ لأنه بيته مكان ما بتذكرش فيه الله عز وجل، وده بيت الشياطين. ممكن الشيطان يتلبس بك وأنت بالحمام. الأمر التاني يا جماعة من الناحية الدينية، اللي انت قاعد بتقلب ممكن تلاقي قرآن، ممكن تسمع آية قرآنية. أولا ده حرام إن آية قرآنية تشتغل في الحمام. تاني حاجة ممكن الجن اللي في الحمام يتلبسك لأن انت شغلت له قرآن في مكانه وفي مكان الخلاء. تالت حاجة يا حبيب قلبي ان انت ممكن وانت بتقلب على الموبايل تشوف صورة وحشة او حاجة وحشة تستثير الشهوة بتاعتك، فممكن تدخل تعمل عادة سرية، تتفرج على فيلم إباحة. ليه؟ ده مكان الشيطان. فاحذر اللي انت تطول في الحمام وتاخد معاك الموبايل في الحمام وتقعد على الموبايل في الحمام. ليه يا حبيب قلبي؟ سيب الموبايل بره. لو انت في مكان بره شغل حاجه خلاص موبايلك في جيبك ما تفتحوش، لكن لو انت في البيت ما تدخلش بالموبايل وسيبه بره وادخل الحمام من غير الموبايل، لان ده هيسبب لك كارثه. يا جماعه سمعت قصص كثيره جدا من تلبس الجن بسبب كثرة المكوس على الموبايل في الحمام. الامر الثاني من الناحيه الطبيه، سمعتوا يعني الدكاتره كتير جدا اتكلموا يا جماعه ان الموبايل لما بتقعد بيه في الحمام فترة طويلة بيقول لك بيتجمع على الشاشة بتاع الموبايل بكتيريا 10 أضعاف البكتيريا اللي في القعدة بتاع الحمام. تخيل بقى البكتيريا دي بتتنقل في ايدك وبتسبب لك أمراض كتيرة جدا. الأمر التاني ان القعده على الموبايل بتسبب لك البواسير. تخيلوا يا جماعه بيقول لك لما بتقعد كتير على الحمام اكثر من تلت ساعه بطنك بتبقى فاضيه وانت قاعد مشغول وعمال تقلب على الموبايل، فالبطن بتبقى فاضيه وانت عمال تقرص عليها، فده بيسبب لك البواسير. فيا حبيب قلبي شوف من الناحيه الدينيه ومن الناحيه الطبيه ما ينفعش تقعد على الموبايل وانت في الحمام، لان ده مكان قضاء الحاجه. تدخل بسرعه تعمل الحمام بتاعك وبعد كده تطلع بسرعة عشان كمان ما تضيعش وقتك، لأن وقتك ده انت بتتسأل عليه أمام الله عز وجل. وليت يا جماعة نعمل مشاركة الفيديو ده، لأن أنا عارف اللي في ناس كتيرة جدا بتدخل الحمام ومعاها الموبايل، فعايزين محدش يدخل الحمام ويقعد على الموبايل نهائيا. ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منساش بقى نعمل مشاركة للفيديو. السلام عليكم.